مغرور ومتكبر ومحتاج يتعلم اساسيات الكوره. ده كان راي المدرب الاسباني رافا بينيتيز في الاسطوره كريستيانو رونالدو فترته في ريال مدريد. بينيتيز اللي قرر يذبح قطه اول ما وصل مدريد في صيف 2015 لما اتسال هل رونالدو افضل لاعب دربه، قال ما اقدرش اقول كده علشان دربت لعيب كتير كويسه. التهميش اللي عمله بينيتيز لرونالدو ازعجه جدا واشتكى لزمايله، وفي التدريبات ما كانش بيتحسب اي فاول لو حد تدخل على رونالدو، وكل هدف ليه بيلغيه. الشيء اللي حسس رونالدو انه مستهدف وخلاه يشتم بينيتيز، لكن بينيتيز بعدها كمل في تهميشه قدام الصحافه وتجاهله، رغم ان رونالدو مع بينيتيز سجل 25 جون و8 اسيستات في 24 ماتش بس. وبعدها راح رافا لرونالدو واداله فلاشه فيها شرح ازاي يشوط اصلا الفاولات ويرقص ويسجل ويعدي من المدافعين، الشيء اللي عصب الدون اللي لسه محقق ثالث كره ذهبيه ليه. ورونالدو بعدها حد رافا وقال له قول لبيتيز خد الفلاشه دي عليها كل الاجوان اللي انا سجلتها، حطها في مكتبك وذاكرها كويس. في النهايه استمر بينيتيز 7 اشهر بس مع الريال. المهم انت شايف مين عنده حق، رونالدو ولا بينيتيز لما قال